المهم قضيت قال واحد منهم الله يجزاه خير ما اعرف ابن الاجواد قال لي القهوه بعد حي بيت الشعب. اي وانا اروح للقهوه. بحايل نفسها. لا برا حايل قريتي ورا حايل. جاء الثاني قال القهوه بعد حي ولهم حاطين بيت الشعر برا يحطون ايوه. اي لا ضيوف. نعم والله. وقال الثاني القهوه بعد حي والثالث والرابع والله يا جماعه الخير اذن الفجر. يمسكون زرع. ايه يقول لك اذن الفجر. اذن الفجر. يقول لك اذن الفجر. صلينا الفجر عند واحد وهم كل ما ذا قال القهوه يا فلان بس يقول القهوه يمشي اللي بمجلس كلهم يلحقونه. لا اله الا. يجي الثاني القهوه يلحقونه على الدرب. جت الساعه 7 الصبح وانا عندهم وانا من قهوتنا للقهوه. قال واحد ما في نوم. ايه قال ابعد حي تغدى معنا. قلت والله ما اقدر انا رجال الحين ما اشوف تعبان. اي بروح ولا انا معي موتر ذا الفكسار معي. قال اجل انتظر. قلت سم انا ما ادري ابن حلال وش يبي ولا الجيب الشاصي جاي مع خروفين ما يحتاج والجيب الثاني جاي يطعم مع خروف وهلكس جاي يطعم مع خروف لا يوم جاي يطعمه له 7. لا اله الا الله. قلت اصبر انا وين اودين ذا؟ قال حطهم بالدرج. قلت يا ابن الحلال وين احط بالدرج؟ المهم تجيب الدرج يملون الشنطه وراه ولا مهمة الحوض معي تستاهلهم يفعلونها. اي والله غريب سبحان الله. صور عندي هم يملون الشنطه ورا من الخلفان ويحطون بالمرتبه اللي وراه ويصير رديفي خروف. اهاجر انا وياهم سلطان وانا اطلع من الديره واروح لمحايل. قلت الحين ما اقدر انام بالفندق وانا تعبان بعد. قلت ما اقدر انام وخرفان بغمار. الله اكبر. قلت لازم امشي للقصيم وانا اخذ ملابسي طبعا وامشي القصيم. يوم جيت الخط من الطريق يكبسون ما تقدر تمشي. قال حد امرين يا انك سارقهن ولا جاي من حاين جاي من شمر. شوف كيف شوف اي قال حد امرين يا انك سارقهن ولا جاي من شمر. قلت لا والله جاي من شمر. قال والله اجي مصدق رح العطايا ما كسبناها عطايا والعطا ما هو على شمر جديد. لا بتي ما له تضاريس وزوايا وين ما تقف تحصل رصيد. ما خذينا صيت من كذب الحزايا ولا خذينا المجد من ساع البريد. يا الطنايا يا الطنايا يا الطنايا يا هلا الواقفات باليوم الشديد.